الناس اللي زي ابو تريكه واللي زي البرادعي واللي زي الناس دي انا بطالب بسحب الجنسيه المصريه منهم لانهم ما يستاهلوهاش. يا ابني حقك تبوظ طبعا تعاطفا ووقوفا مع اهو الجماهير الاهلاويه بيحطها. يا سلام نجم يا ابني، اخلاقك سواء جوه الملعب او بره الملعب مفيش اختلاف، مفيش تبديل. زبل ابو تريكه يتزبل متزبل بقى زبله، ده حساله الزبال. يالا ده انت متبرع فلوس بحماس يالا، يا ده انت مدي فلوس للناس في رابعه العدويه يالا علشان يشتروا سلاح. في المرمى السودانيه اللي دايما ذكريات وماضي وحاضر. شوف الكوره وجمالها، شوف التفاعل وجماله. هو مش انت لما بتيجي تلعب ماتش كوره بيقبضوك على قلبك قد كده وبتاخد فلوس قد كده؟ امال يعني ما شفناش حضرتك بتطلع تروح تدفع الفلوس دي لأي مشروع يساعد مصر ويوقف مصر على رجليها؟ طبعا يعني الواحد دايما متعود ان هو يجي الصرح الكبير ده، ودايما الواحد بيتمسك بالصروح الناجحه، يعني الصروح اللي بيبقى لها هدف نبيل ان هي خدمه الناس وخدمه الناس المصريين الفقراء. واعتقد ان الواحد شاف في تطور، بس دايما التطور ده محتاج مسانده مستمره مش مسانده متقطعه. واعتقد ان المستشفى محتاجه مسانده في الفتره الجايه كبيره من كل الافراد من كل المؤسسات، ان الصرح ده لازم نتماسك ان هو يبقى دايما متميز ودايما منفرد وهو بيقدم خدمات جليله للناس. لو شفتوا زبل في تمرين ولا شفتوا زبل ماشي في النادي وما ضربتوش زبل بالجزم يبقى انتوا هتكرهوا الشعب مصر فيكم. لا مبدأ ولا دين ولا ضمير ولا أخلاق، وأعني كل كلمة بقولها وأعني كل كلمة بنطقها على هذا المخلوق.